السر اللي هيخليك مبسوط طول حياتك في أي موقف أنت بتتعرض له مهما كان وحش، وفي أي حاجة بتحصل في حياتك. هي حاجة صعبة شوية بس هقولك إزاي تعملها. طيب إيه هو السر ده؟ السر هو إنك قبل ما تفكر تعمل أي موقف أو أي حاجة أنت نفسك تعملها ونفسك إنها تتحقق، ما تحطش كل طاقتك وكل حياتك وكل أملك ورغباتك في الحاجة دي. طب ازاي نعمل كده؟ ان انت قبل ما تروح تعمل الحاجة دي، هيأ لعقلك الأول إن دي حاجة صغيرة قوي وسط ألف حاجة في حياتك أنت بتعملها، هتروح تعملها على طول وترجع تاني لحياتك الطبيعية بعدها. ما تحطش عقلك كله فيها وتسكت حياتك كلها عشانها. لكن لو لقيت نفسك مش قادر تهيأ لعقلك ده وحاسس إن أنت رايح تعمل الحاجة دي بكل حماس وحياتك كلها متوقفة عليها، يبقى ما تعملهاش في الوقت ده. يعني مثلا انت رايح تعمل فعل معين زي انك تعترف بحبك لحد، ما تروحش بقى تسكت كل حاجة في حياتك وتهيأ لعقلك انه كل حاجة في حياتي موقفها دلوقتي حالا لان في هنا امر مهم جدا. لا، ده امر عادي هتعمله وتمشي عادي جدا. هنا عقلك الباطن حفظ او انت حفظته ان دي حاجة امر طبيعي جدا في حياتك، زي انك رايح تاكل وترجع تاني. هتلاقي نفسك وانت رايح تعمل الحاجة دي انك رايح تهزر كده تشوف الدنيا ايه نظامها، مش مركز بقى واخد الموضوع جد وعلى قلبك وبتاع. وكله هينعكس في الاخر على طريقة كلامك وتصرفاتك في الموقف، هتلاقيها حلوة جدا. طول ما انت مش مهتم هتلاقي نفسك جذاب اكتر، وهتلاقي نفسك بتتكلم بطبيعتك ومفيش توتر ولا تركيز في الكلام. رقم 2 ورقم 3 عشان تبقى مبسوط طول حياتك هقولهم الفيديو اللي جاي.